اوعى تخلي باب الحزن موارب، سنكر باب الحزن بمسمار الرضا. احسن الحزن نسقر عليك مش هيخلي لك حبيب. اوعى دي. كذلك يطبع الله على ايه؟ على قلوبهم. ولذلك ايه لما واحد يشغل عنك اوعى تذكره بك، اوعى ايه تذكره ايه بك، بل عنه على هجرك، بل عنه على ايه؟ ساعده على الهجر. ساعده على الهجر بايه؟ بانك انت ما تفكروش بنفسك، زي ما ربنا بيعين الكافر على الكفر ويخليه يطبع له على قلبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيباتي في الله، يا رب تكونوا جميعا بخير وفي أحسن حال، اللهم آمين. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ إن شاء الله يا رب تكونوا جميعا بصحة وسعادة وراحة بال. إن شاء الله النهاردة هشارك معاكم الروتين بتاعي. بقالي فترة طويلة ما نزلتش حاجة على القناة، يعني هي الحمد لله عدت على خير، ورجعنا تاني لروتينتنا، وترجع ريما لعادتها القديمة، وترجع تاني ريما للروتين بتاعها ولفيديوهاتها. أتمنى إن شاء الله النهاردة الفيديو بتاعي ينال إعجابكم يا بنات، وتشجعوني بلايك للفيديو ومشاهدة كمان، وتسيبوا لي منكم كومنت تقولوا رأيكم في الفيديو بتاعي فضلا وليس أمرا. على ما إن الفيديو بتاعي النهاردة سهل وبسيط جدا، الروتين عادي جدا جدا في البيت. بما إن احنا بدأنا الأجازة، كل سنة وانتم طيبين، اجازه سعيده على الجميع ان شاء الله. اللي نزل مصر يقضي اجازه سعيده مع اهله واسرته يا رب، واللي قاعد هنا يستمتع بالاجازه بتاعته، وربنا يرزقنا كده بايام حلوه وتكون فيها صيف عشان نقضي اجازه حلوه كده ونستمتع بالاجازه بتاعتنا ان شاء الله. اجازه سعيده يا رب على الجميع باذن الله. النهارده بما ان احنا بدانا الاجازه وصحيت بدري في الميعاد بقى اللي احنا كنا بنصحى فيه، فقلت بقى اعمل حاجه سخنه على الفطار للولاد النهارده. فعجنت كيلو قرص او كيلو كماك، حطيت كيلو من الدقيق معاه معلقه من الخميره ومعلقه من السكر وكوبايه من السمنه وكوبايه من الزبادي، وكملت العجن بتاعي بميه. ممكن تعجنها كلها بالزبادي لو متوفر عندك، ممكن كمان تعجنها بلبن وسمنه براحتك خالص، ممكن تعجنها ميكس بين اللبن والزبادي براحتك المتوفر عندك. انا ضفت كوبايه من الزبادي وكملت باقي العجن بميه لحد ما كانت معايا عجينه لينه وطريه ما بتلزقش في الايد، وسبتها لحد ما تخمر معايا. هنا بقى اجت فترة القهوة، بما اني بقى صحيت على طول على المطبخ، عجنت يعني العجين وسبته لحد ما يرفع معايا ويخمر. قلت بعمل لي فنجان قهوة كده واقعد اشربه على ما العجينة بتاعتي تخمر والولاد يبدأوا يصحوا. قعدت شربت القهوة، وبعد كده ادم صحي قال لي عايز حاجة افطر. كان صحي بدري، هو كمان لسه متعودش بقى على النظام هو بيسهروا بس برضه لسه بيصحوا شوية بدري. فعملت له كده، كنت عامله عيش من قبلها، بحب انا المعجنات قوي في البيت. كنت عامله عيش وحطيت له كده فيها جبنه شرايح وحطيتها على الشوايه. يا سلام يا بنات، الجبنه كده لما تسيح من في قلب العيش بتكون طعمها حلو قوي. وقعدنا شويه مع بعض، وقمت لقيت العجينه بتاعتي خلاص اختمرت. بدات اشكلها بقى، طبعا التشكيل ده بيرجع لك، انت عايزاها قرص صغيره عايزاها كبيره، الحجم اللي يريحك خالص واللي تحبيه. هبدا اشكل العجينه كلها، وهسيبها معايا ايه يعني على ما اجهز الصواني بتاعتي حوالي 5 دقايق 10 دقايق كده ترفع، وابدا اخبز بقى اول واحده شكلتها عشان تكون معايا سهله في الفرد. الكيلو دي اعمل لي الكميه دي هتقضي معايا الفطار، ولو حابه حد يشرب شاي طول اليوم يعني باقي اليوم كده ايه بس واحده اتنين. انما لو انت حابه تعملي كميه تقضي معاكي فطار وعشاء بقى اعملي كيلو ونص 2 كيلو، هتضاعفي المكونات بتاعتك. شايفين العجينه لما بتسيبها ترتاح؟ وهي عجينه كانت حلوه قوي في العجن، يعني ما هياش مش طريه قوي، يعني مش سايبه قوي ولا ناشفه قوي، تكون عجينه لينه حلوه كده طريه معاكي. بتتفرد معاك بكل سهوله. طبعا انا هنا فردتها حجم وسعتها شويه، انت بقى لو حابه تكون طريه وحابه ان هي يكون في قلبها البابه كتير، حاولي تصغري الفرد، يعني ما تفردهاش او ما توسعهاش قوي، انما انا كنت عم موسعاها شويه. فردتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وحطيتهم على الصواني بتاعتي وسخنت الفرن. انا خبزت على طول، المفروض هنا بنسيبها تخمر مره كمان لحد ما حجمها يتضاعف وبعد كده نبدا الخبز. بس هنا خلاص بقى الكل بدأ يصحى ومحتاجين الفطار، فشغلت الفرن على طول وانا بعمل في الفطار. انا هعمل فطار فول وفلافل وبيض وسلطه وجبنه، وطبعا دي اخر فلافل عندي وفول في البيت. هبدأ ان شاء الله اعمل تاني، لاني كنت الفتره اللي فاتت بصراحه كان خلص يعني، ده اخر مره كنت عملته، وبعد كده كنت بجيب الجاهزه. فالجاهزه بصراحه الفلافل الجاهزه لما بجيبها واحمرها في البيت ولو بردت خلاص هي نشفت، بقت ناشفه، تحسي ان انت بتاكلي حطب كده ناشفه خالص. فانا بحب بتاعه البيت اكتر، بتفضل معاكي طريه حتى لو اتبقى منها من الفطار. حابه حد يلف سندوتش ولا حاجه بتكون طريه معاكي.
هنعمل وعملت البيض عيون زي ما انتم شايفينه كده. انا عملت معلقه زبده وفتحت البيض عيون زي ما انتم شايفين، وحطيت له رشه ملح. ممكن كمان لو انت حابه بقى تزودي كمان عندك جبنه مبشوره، ترش بقى على البيض كده بعد ما يستوي، تقومي رشه بقى البيض الجبنه وتسيبيه لحد الجبنه ما تسيح على البيض كده. يا سلام، بيكون طعمه حلو قوي يا بنات، والله بجد بيكون طعمه جميل لو انت عاملاه كده فطار لوحده. تحفه، وتلفي منه سندوتشات للولاد. هنا بقى هنعمل الفول بالثوم والفلفل. انا حطيت معلقه ثوم اتحمرت شويه خدت لون، وبعد كده نزلت بالفلفل، وهنزل عليها بالطماطم. هنعمله بالثوم والطماطم والفلفل. حابه بقى انت تعملي بالخضار، حابه تعمليه بالطحينه تزودي طحينه براحتك خالص. ممكن تزودي شبت هنا وشويه كزبره صغيرين، بيدي طعم حلو قوي كمان للفول. بس انا عملت النهارده بس بالثوم والطماطم والفلفل بس كده. وننزل بقى بالفول بتاعنا ده. الفول اللي انا كنت مفرزاه يا بنات بقى، انا بعد ما بسلقه بجيب هرسه البطاطس وبهرسه حلو، وبعد كده بعينه في اكياس، فهو بيبقى ناشف ما بيكونش فيه ميه. فبزوده شويه ميه لما باجي انا اعمله شويه عشان يكون طري شويه معايا. بس كده نسيبه بقى على جنب يتسبك. وتبلناه بكمون وملح وشطه ورشه من الفلفل الاسمر. بتزودي له بقى رشه بعد ما تخلصي بقى معلقه من الزبده، معلقه من زيت زيتون، زيت حار براحتك خالص، المتوفر عندك في البيت ساعه التقديم بقى تزيني بيه. وهنبدا بقى نحمر الفلافل بتاعتنا. وبصراحه بدور على آلة التشكيل دي يا بنات بتاعه الفلافل. كانت عندي كنت جبتها مره بس كانت من حديد فصدت فرمتها. فانا عايزه اجيب اللي هي بيكون قلبها من بلاستيك، مش عارفه اجيبها منين، اللي يعرف يكتب لي في الكومنتات. بس وده الفطار بتاعنا. وكنت بقى عندي جبنه قديمه وجبنه تركي، وكان عندي مش، ودي القرص بتاعتنا بعد ما خلصت بجد. ريحه الخبز في البيت كده تحفه تحفه تحفه. انا بحب جدا المخبوزات والمعجنات في البيت. قمت بقى بعد الفطار ودخلنا على المطبخ. ده جردل صغنطوط كده كنت جايبه فيه جبنه. انا عينته بصراحه بعمل فيه مش بجيب المرطه لما بنعمل السمنه بندوبها ويطلع معاكي مرطه، ونجيب زبادي بقى وملح وشطه وفلفل حامي احمر، وتخلطي كل المكونات دي مع بعضها وتسيبيها بتعمل معاكي مش طعمه حلو أوي. يعني المش السهل السريع، مش المقاديم بقى المعتق اللي الناس بتعمل جبنه قديمه. لا، ده بيكون مش سهل وسريع كده على طول للناس اللي بتحب الحاجات دي. ولما كل المعاني اللي عندي شطبتها الحمد لله، وشربت شاي. قعدت الاول اخدت هدنه كده الاول، وبعد كده نزلت على السوق. انا بصراحه ما عرفتش اصور في السوق لان الجو كان وحش بصراحه. ادعوا لنا كده ان الشمس تطلع والجو يكون حلو علشان نقضي اجازه حلوه كده صيفيه ونحس بالصيف. يا رب كده يرزقنا بصيف، وربنا يرزقكم بموجة برد كده تبرد على قلوبكم للناس اللي عايشه في البلدان الحر. رحت جبت شويه خضار انا كنت محتاجاهم وفاكهه. جبت السفند على طول عندنا، كل الفاكهه يا بنات عندنا طول السنه ما بتتلاقي، يعني طول الوقت كل حاجه موجوده في السوق. طبعا ما عدا الفاكهه اللي هي بتكون الصيفيه بس، هي اللي بتكون مش موجوده في الشتاء. نزلت بقى جبت خيار وجبت طماطم وجبت بتنجان وجبت كوسه. ساعات كده تروحي السوق تلاقي الله الخضار حلو وطازه وجميل ويشجعك وتبقى عايزه تجيبي كل الانواع اللي موجوده. وساعات تنزلي السوق تحسي ان الاسعار غاليه جدا وما انتيش عارفه تجيبي حاجه. فعلا ساعات الواحد بيروح وبيرجع ما بيجيبش حل حاجات يعني المهمه والضروريه وخلاص وبيرجع. بس في اليوم ده بصراحه السوق كان حلو جدا. جبت خيار. انا كنت حطيته الاول بالنوار وبعدين شلته، قلت الخضار ساعات بيعرق كده في التلاجة، وممكن النوار ده يعفن او حاجه في يعني ساعات ما يجي له ميه يقوم معفن، فشلته. وبجيب الطماطم شيري دي للاكل يا بنات كده، عارفين اللي عايز يلقط كده اللي عايز يعمل سندوتش ياخد جنبه طماطميتين وخلاص. انما الطماطم الكبيره التانية بجيبها شرايح للسلطه، دي بجيبها اعملها سلطه. انما التانية دي بتتقدم كده بتغسلها وتقدمها كده جنب الاكل. بس كده. وجبت تاني فلفل، ودي كان عندي خضار من التلاجة. بصوا انا كنت الاول بغسل الخضار اللي بجيبه وبعينه مغسول، لان انا كنت بجيب الخضار وعارفه ان انا هستعمله، يعني انا عارفه ان انا جايبه الخضار ده هستعمله. بس الفتره الاخيره بصراحه في ايام كتير بتعدي ممكن ما اعملش سلطه. في اكلات ممكن احتاج مثلا اعمل جنبها سلطه زبادي، ما اعملش سلطه خضراء، فالخضار يتوفر عندي. ساعات مثلا اجيب البتنجان علشان اعمله اكله وبعد كده اركنه مثلا، اقول خلاص خليه مثلا مش هعمل الاسبوع ده خليه الاسبوع التاني. فما بغسلش بقى الخضار بتاع السلطه ولا عدت بغسل اي خضار في عندي، لان الخضار اللي بتغسليه بيقعد معاكي كتير بالاسبوع وبيدبل او تلاقيه باظ. لكن لما بتسيبيه كده من غير غسيل بيقعد معاكي بالاسبوع والاتنين والتلاتة والاربعة، بس ده حسب الموالية بتاعتك في التلاجة. مش معنى انا جبت الخضار بتاعي ورصيته وحطيت ليه مناديل خلاص انا كده اركنه وخلاص انا كده مية مية، لا لازم تشيكي عليه.
كل يوم لما تيجي تسحبي منه شيكي عليه، شوفي ممكن يكون المنديل بتاعه اتبل ميه، تشيليه وتحطي واحد نضيف ناشف، يعني علشان الميه دي ممكن تخلي الخضار يطرى معاكي، وبالذات الخيار بتلاقيه عمل ميه كده وبيدبق وما بقاش حلو. فحتى لو ما استعملتيش الخضار النهارده شيكي عليها كده على السريع وانت بتجيبي حاجه من التلاجة، بصي على الخضار بتاعك، شوفي المنديل بتاعه لو ناشف او محتاج تغيير. ده بيحافظ على الخضار بتاعك وبيقعد معاكي بالاسبوعين والتلاته. انا ساعات اروح السوق اجيب خضار هتلاقي قاعد معايا بالاسبوعين والتلاته زي الفل. حطيته في العلب اللي عندي دي، رصيت الخضار بتاعي زي ما انتم شايفين. جبت هنا بقى على الترابيزه علشان اوسع شويه، وصورت لكم كده. كنت جايبه مشروم وفراوله والليمون والخس، انا بحب الخس الصغير ده، وكنت جايبه توم عشان افرزه، وجبت بطاطس. البطاطس ده انا بحب اجيبها من السوق يا بنات، لان هي بطاطس بتكون للتحمير، دي بتكون طعمها حلو، هي غاليه شويه بس بتكون طعمها حلو. وعديت على التركي وانا جايه جبت بيض وجبت جبنه للفطار. بما ان احنا بقى قاعدين ان شاء الله هيبقى كل يوم بقى محتاجين فطار ومحتاجين حاجات للفطار غير حاجه السندوتشات دي بتكون حاجات للسندوتشات كده اللي نقلاها طول اليوم. انما حاجه الفطار زي ما انتم عارفين لما نتجمع نعمل بقى فطار مصري وكده. والقرنبيطه دي حبيت اوريها لكم لان بصراحه بقى لها اسبوعين عندي في التلاجة، كنت جايباها. وكل يوم اقول اعملها النهارده طب خليها بكره، اعملها النهارده طب خليها بكره. ففضلت عندي اسبوعين، انا جبتها نضفتها وحطيتها في كيس زي ما انتم شايفين كده، وربطت الكيس كويس وحطيتها في الدرج اللي هو فوق الفريزر. بجد انا بفتحها حبيت اصورها لكم، كان بقى لها اسبوعين عندي في التلاجة. يعني انا بصراحه الفتره الاخيره ما كنتش بروح السوق دايما، يعني كنت ممكن اروح كل اسبوعين كل ثلاثه، وساعات تلاقيني رحت كل اسبوع على حسب الجو برضو يعني. بدات اروح طلعت حاجه الفطار فوق كده في الرف اللي فوق، ورصت الخضار بتاعي بالشكل اللي انتم شايفينه ده. وفي الدرج اللي تحت ده انا بحط الحاجات الزيادات عندي بتاعه الفطار الزياده، وبحط الخضار اللي هي الكزبره البقدونس الشبت. ده الدرج اللي فوق ده بحط فيه الحاجات اللي بتاعه الفطار اللي انا بستعملها دايما. وهنا كنت جايبه سمك شويته، طبعا انتوا عارفين طريقتي في الشاي دايما، وعملت سلطه خضراء والمخلل بتاعنا، وعملت رز حبايه وحبايه الولاد عندي بيحبوه مع السمك. وبألف هنا، وده الفيديو بتاعنا، اتمنى ان هو ينال اعجابكم. ما تنسونوش من لايك وسبسكرايب للقناه فضلا وليس